يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن يا صبايا؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا تمام. رجعت لكم بفيديو جديد. خلونا بالبداية نكتب الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلونا نذكر الله، نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. طمنوني عينكم، شو أخباركم؟ بعرف لسه صوتي تعبان ولسه هيك مقربة، يعني لسه ما طبت صراحة. مثل ما بتعرفوا القريب بياخد أسبوع تقريبا، فإيه والله عم نزل لكم فيديوهات صورتهم من كذا يوم يعني. اي والله، بس انه ضايل بدهم تسجيل صوت فعم سجلهم. اي والله يا بنات، هلا بهذا الفيديو ان شاء الله رح نسأل سؤال جديد عن نبي جديد، وكمان رح نعزل تعزيلة هيك ميكنة للمطبخ كرمال قدوم رمضان. اي والله يا بنات، فتحمسوا معي وتشجعوا معي، وهيك يعني فيديو تحفيزي كرمال تقوموا وتبلشوا يلا بشغل البيت كرمال رمضان. اي والله يا بنات، الله هيك يعيدوا علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية والبركة يا رب، اللهم آمين. هلا هم بالبداية شربت نسكافيه وبعدين فورا على شغل المطبخ. هلا جهزت المساحة الناشفة وكمان هي النديانة وهذا البخاخ، طبعا هذا ما بستغني عنه. فهلا بدنا نمسح الغصن من جوا ومن برا، شايفين كلياتهم؟ ما تشوفون هيك انه نضاف، بس لا بدهم يعني، فرح نمسحهم ونرتبهم كرمال رمضان ان شاء الله. اول شي بدي بلش بهي الغزالة كرمال نمشي هيك بالترتيب يعني. اي والله، فهي الغزالة حاطة فيها شوفي اباريق وكمان فناجين القهوة. فهلا رح نفضيها كلها وبعدين نمسحها. هلا بعد ما فضيناهن شايفين هاي الرف الاول والرف الثاني، هلا جبت البخاخ والمساحة بدنا نمسحهم. طبعا هن وسخين نوعا ما. انا صار لي فتره هاملتهم كرمال هيك احوسهم حوسه نظيفه لرمضان. فهلا رح نضخ. هلا الغزانة صارت خالصة، شايفين؟ مسحناها ومسحنا الابواب. فهلا رح نرجع الاغراض. اول غزانة صارت معنا جاهزة، شايفين؟ والله صار في وسع ترتيب غير شكل. فهون حطيت الفناجين القهوة، وكمان هون في فنجانين هن عم يشربوا فيهم الشباب، وكمان هذا الرف شايفين؟ هدول التقالي لرمضان، للتمر الهندي والعرقسوس والعصير. اي والله، فكل رمضان بستعملون. وهون الفناجين مثل ما ذكرنا. فهلا هي الغزالة صارت معنا جاهزة. هلا رح ننتقل على اللي غيرها. نزلت كل الكاسات والأكواب اللي عندي، شايفين قد هيك كتار؟ والله كانوا بالغزانة كنت فكرهم كتير قلال وقول لسه بدي اجيب يعني. اي والله. فهلا فضيناها هيك صارت جاهزة. هلا بقى بدنا نمسحها بالخرقة النديانة والناشفة هدول.
هلا ليكو يا بنات، أنا خزنت البهارات وخزنت البقوليات، الرز والعدس وهدول، فما سويتهم ضمن هاي التعزيلة للمطبخ وضمن هذا الفيديو لأنه ناقصني هيك كماليات، يعني ناقصني اللهم صل على النبي كم نوع بهارات، شوية رز شوية عدس هيك يعني. اي والله، فقلت بجمعهم بشتريهم كلهم وبعدين بقى بنضف الغزن تبعاتهم وبفضيهم وكله تمام بإذن الله. فقلت ما بدي هلا ابرك افتح الورشة وفي شغلات لسه عندي ناقصة وبدها رجعان، انه جيبان مرة تانية ورجعان ورشة تانية. عرفتوا كيف؟ كرمال ما اشتغل مرتين فتركتهم. اللهم صل على النبي لحتى اجيب اغراضهم وكله تمام. ايه والله يا بنات، هلا هون مثل ما شفتوا هيك عم نطبق وبنمسح. هلا خلصنا، ما بعرف هيك سويتهم، شو رايكم انتو؟ هلا اللي ما بستعملون حطيتهم جوا هون جوا، واللي بستعملون حطيتهم على الوجه. هلا فوق الاكواب وتحت هدول الكاسات اللي بستعملهم بشكل يومي. هون عندي كاسات الشاي، اللي ورا كاسات المي، وطبعا لازمني لسه كاسات مي فان شاء الله رح اجيب. وهدول كاسات العصير وبصيروا لرمضان. كاسات المتة. فشو رأيكم؟ كتبولي. والله بس يترتب كتير كتير بصير في مساحة. ايه والله. هلا يا بنات، وقت بتطبقوا الغزن فبتشوفوا شو ناقصكم وشو لا حرفيا، عرفتوا؟ فناقصني كان كاسات مي مثل ما ذكرت بالفيديو انه لازم اجيب منهم ان شاء الله، فلازم اجيب منهم على رمضان. كتير بلزموا بتعرفوا لانه اكتر من شغلة بدكم تحطوه، يعني عندكم التمر العصير مي، فكل شخص بده 3 كاسات حرفيا، عرفتوا؟ ايه والله، فلازمني يعني ان شاء الله بس انزل على السوق رح اشتري. اي والله طبعا. نصيحة كمان، هذا البخاخ الأصفر ما كتير تكتروا منه، عرفتوا؟ بخة بسيطة، وكل ما خلصتوا مثلا كذا خزينة خزينتين خلصتوا، فشو بتعملوا؟ بتغسلوا المساحة بالمي، عطاء المي بتغسلوها كتير منيح وبعدين بترجعوا بتبخوا وبتستعملوا. ليش؟ لأنه المساحة كتير بيضل فيها من هذا البخاخ، وهذا البخاخ إذا كتير كترتوا منه فبعود بوح يعني. هلا هيك خلصنا، شايفين؟ كله تمام. هلا هدول اللي دائما بستعملهم بين ايدي صحون الاكل، وكمان هدول الصحون وهدول يعني هدول اللي بشكل دائم، وهدول الجاطات للسكب كمان، وهدول الصحون ما كتير بستعملهم هدول. بس ان شاء الله برمضان بكره رح استعملهم. اي والله، فحطيتهم هون وهي هيك. قولولي شو رايكم. هلا بدي امسح الغزل من برا بما انه من جوا خالصين، فهلا هيك فرد مسحه. طبعا نمسحها بالنديانة مرة وبالناشفة مرة تانية كرمال ما تقبش معنا، هيك أضمن يعني. شو عملت يا بنات؟ نيمت البنات، بناتي نيمتهم وخلصت كل أموري، ضبيت الجلي يعني وهيك. اي والله، وقلت بدي أبلش المسا في الليل كرمال ما حدا يلكعني، لاني بتعرفوا تكونوا الولاد فايقين فماما عطينا ماما كذا ماما كذا، فما رح احسن انه خلص اتحمس وادخل هالدخل الماكنة، عرفتوا؟ اي والله، فنيمتهم وقلت هون بقى بخلص انه بنيمن يعني وبلش شغلي هيك على رواق. قد ما طولت اطول ما في حدا وراي. ايه والله يا بنات، فهيك احسن بكتير يعني شغل المسا. وانتوا كتبوا لي يا بنات، بتشتغلوا بالنهار شغلكم يعني مثلا الحوسة وهيك بتخلصوها، او مثلا بتنيموا الاولاد بعدين بتبلشوا في الليل انه خلص يعني هيك على رواق وبتخلصوا بتنجزوا اكتر؟ اي والله، فكتبوا لي. انا صراحة بحب اشتغل بالليل اكتر، بحس حالي بانجز اكتر. بالنهار ادوبي اعمل الطبخة، شوف الاولاد شو بدهم كذا هيك، وبالليل بقى اذا عندي حوسة عندي تلملم عندي شغلات بخلصهم المسا وتكونوا الاولاد نايمين، فهيك بتنجزوا اكتر يعني. وهلا كمان
بدي أقولكن إنه طبعا بفضل رب العالمين أول شي، وتاني شي بفضلكن انتو بدعمكن. الحمد لله إني حققت شروط القناة، الحمد لله الحمد لله. صراحة من أصعب الشغلات اللي مريت فيهم هي تحقيق شروط القناة. ساعات المشاهدة، مثل ما بتعرفوا 4000 ساعة مشاهدة، فكتير صعب واحد يجيبهم. فالحمد لله الحمد لله بفضل رب العالمين ثم بفضلكم برجع بكرر إني حققتهم. صار لي هيك فترة يعني محققتهم. اي والله يا بنات ألف الحمد لله، وبتشكركم من كل قلبي على الدعم اللي عم تقدموا لي على التعليقات. وللأمانة كل اللي بيعلقوا لي كلهم حفظانتهم بصم. اي والله يا بنات حفظانتهم، البنات اللي بعلقوا لي هيك يعني بالاسم حفظانتهم. فبتشكركم من كل قلبي على التعليقات، على الدعم، على اللايكات، على أي شي عم تعملوه. شكرا من كل قلبي، والله يجزيكم كل خير يا رب. وبعمركم ما تنسوا إنه وقت الإنسان بيعمل شي خير رب العالمين رح يعوضوا عليه أضعاف مضاعفة. فشكرا من كل قلبي. اي والله طبعا هم كبير كتير راح عن قلبي إنه هيك حققت الشروط، لأني كان في وقت معين لازم أحققه فيهم. اي والله الحمد لله دائما وأبدا. هلا هيك بنستقبل رمضان وبالنا مرتاح الحمد لله. اي والله هلا هون اللهم صل على النبي، قلت رح خلص كل شي، الغزن الفوق غزن التحت المرمرة، رح امسح الارض، يعني خلص هي الحوسة النظيفة عرفتوا. وباقي الايام خلص الشغل اليومي عرفتوا، الترتيبات اليومية. بس الشغل الكتير كبير خلصناه وخلصنا منه. بعرف لسه بكير على رمضان، يعني في 20 يوم. بس معلش هيك بتخلصوا لاني لسه في كتير عنا امور رح نعملن يعني. هلا بدي امسح هاي الغزانة وهدول تبعات المعالق. طبعا هي في إلها هيك مثل نقط سود او هيك، هي منها يعني ما وسخها. فمثل ما عم تشوفوا انا نظفتها بس ما عم يروحوا. طبعا بدي اشيل المعالق وامسحها لإلها. هلا هي خالصة. هلا نبلش على اللي تحتها، شايفين قد ايه مكركبة. هلا اول شي بدي فضيها بعدين امسحها. بعد ما مسحناها هنرجع الأغراض. هلا طبعا هدول ما دخلهم بالمعالق، بصراحة ما في مكان تاني فمضطرة اني اعيفهم هون. جبت هدول الكفوف من ترونديول، بس كتير اجوا كبار علي كتير، بقى ما بعرف شو بدي اسوي فيهم صراحة. لأنه آخر يعني شهر من رمضان، شهر شعبان،
فكتير الواحد بنضغط حرفيا. عندكم تفريزات رمضان، عندكم حوسة، مثلا تكون تجيبوا زينة تزبطوها، يعني كتير في أمور. فعن جد الوقت برقد رقد، يعني ما بتحسوا. اي والله. فعم خلص هيك فعم حاول كل فترة خلص أموري هيك شوي شوي، كرمال ما انعجق وخلص ترتب أموري عالسوا. اي والله. وبحكم اني انا بصور فما عندي وقت ابدا ابدا. اي والله يا بنات. وبرجع بقولكن هذا البخاخ ما تكتروا منه، كرمال ما يحوروا عنكن الغصن. لو احلى شي يا بنات، مو هالفترة مرضانة، فوالله العظيم يعني بدون كذب حسك ما رح احسن لا اعمل تفريزات ولا اعمل حوسة ولا شي. ما بعرف، حس جسمي كتير متكسر. فيمكن وقت اطيب يعني خلص ترجع طاقتي. هلا بدي اسألكم على سؤال النبي ان شاء الله، وانتو بتجاوبوني بالتعليقات. من هو النبي الذي طلب من الله ان يكون معه اخاه، يعني يكون معه اخوه؟ ايه والله يا بنات. فكتبوا لي تحت التعليقات. وهون نكون هيك خلصنا التنظيفات والترتيبات، وشوفوا هيك الجولة كاملة هلا معكم. طبعا مثل ما تعودتوا علي انا بساوي لكم لقطة بالضوء ولقطة هيك على العتمة وعلى الإضاءة البسيطة، فهيك عشان ورجيكم كيف على الجهتين. شايفين يا بنات؟ المطبخ معنا جاهز يستقبل رمضان. هي طبعا هدول ديكوراتي القديمة، بس يعني رتبنا شوية ترتيبات. هي هون هيك زبطناها. طبعا الهلال حطيته هون كرمال بس يعطي إضاءة للمطبخ. ما بعرف إذا واضح عليكم، ما شاء الله إضاءته كتير عالية، فلهيك وقت عم قرب ما عم يوضح. كتبولي شو رأيكم. طبعا هاي المدة كتير عطت تاتش حلو، وعن جد كأنه خلص يعني اجا رمضان. شايفين قد ايه حلوة؟ هدول الصحون هون حاليا حطيتهم هون. هدول بقى ما بعرف بعدين يعني وين بدي احطهم، بالصالون او بالمطبخ. اي والله. هلا طبعا لسه بدنا نحط الحبل الأضوية البرداي، عرفتوه بالرمضان الماضي اللي حطيته، فان شاء الله كمان لسه بدنا نحطه. كمان بيعطي تاتش كتير حلو للمطبخ، وكتير بيعطي هيك اجواء رمضان بامتياز. فلسه ما ركبته، ان شاء الله رح ركبه. بتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم وحبيتوا هيك تشجعتوا وتحمستوا لحتى تقوموا وتشدوا هيك لشغل البيت وكرمال رمضان. اي والله يا بنات. وكتبوا لي اذا حبيتوا هيك نوع من الفيديوهات تنظيفات. وكمان هذا الفيديو ما فيه طبخة، هيك يعني حوسة كرمال نخلص امورنا وبس. والله وبأمان الله. سلامات.